ان شاء الله في فيديو النهارده هنعمل 5 ترانزيشن في الافتر افكت. ممكن استعملهم مع فيديو واحد او ممكن استعملهم مع في الانتقال ما بين فيديو والتاني. ال5 افكت يعتبروا يعني كومون وسهلين جدا. هنبدا اول انتقال معانا اللي هو الاوباسيتي مع الفريز، يعني بعمل فريز للفريم مع وبغير في الاوباسيتي، فبيديني شكل يعني يعتبر احترافي في الانتقالات. خلينا نشوف عملناها ازاي. انا عندي هنا فيديوهين، عندي ده الفيديو الاول وده الفيديو التاني. باجي عند الفيديو الاولاني باخد منه بعمل كنترول دي، باخد منه كوبي. تمام. وباجي عند اخر اللاير الاخير او الفريم الاخير، بعمل فريز للفريم الاخير عن طريق قائمه تايم فريز فريم. بمد معايا اللاير، هو خلاص هو اوريدي بقت فريم واحد، يعني ماشي معايا في الكومبوزيشن بالكامل. باجي عند التقاطع وبقص، بعمل كنترول شيفت دي، بلغي الجزء ده مش عايزه. باجي الجزء اللي معمول له فريز، ببتدي اتحكم في الاوباسيتي. بعمل كي فريم للاوباسيتي، بضغط على حرف التي، بعمل الاوباسيتي 100%. بمشي حوالي ممكن 20 فريم وانزل الاوباسيتي زيرو عشان يظهر معايا الفيديو التاني. بعمل اف 9. خلينا نشوف. بس طبعا انا مش عايز يبقى فيه هتلاقي ان الجزء اللي مع الفريم اللي معمول له فريز تلاقيه ظاهر بشكل حاد جدا. فممكن انا ارحل معايا شويه ايه الكي فريم زي كده، بحيث ان هو الاوباسيتي ما تبداش ب 100%. وخلينا نشوف. طبعا انتقال حلو جدا. وقفت، بدأ يظهر الفيديو التاني. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجي عند الفيديو التاني برضو واعمل كي فريم عند السكيل. خليني الغي دول. بروح لبداية الفيديو التاني، بعمل كي فريم، بكبر السكيل شوية مثلا وليكن 130. بمشي هنا برضو عند نفس الكي فريم دي، برجع السكيل ل 100%. بضغط اف 9، بعمل ريفيو. شكل حلو جدا طبعا. انتقال يعتبر حلو جدا. عملت فريز للفريم الاخير وبدات ادخل بالفيديو التاني. هنروح دلوقتي نعمل اللي هو السكرول افكت. احنا وقفنا عند السكرول افكت. تمام. فالسكرول افكت بيعمل سكرولنج للفيديو الاول والفيديو التاني اثناء الانتقال. فانا عندي ده هنا الفيديو اللي هو الاول، وده عندي الفيديو التاني. بعمل بنزل باخد ادجستمنت لاير كنترول الت واي، بخلي الادجستمنت لاير حوالي تقريبا ممكن 10 فريم. بقص اللاير كنترول شيفت دي، بمشي 10 فريم عن طريق شيفت بيج داون، وبعمل كنترول شيفت دي وبعمل ديليت للزياده. بخلي الادجستمنت لاير في النص بالظبط، وبنزل معايا الموشن تايل. وباجي بشتغل على اللي هو الكيف. بعمل كي فريم عند التايل سنتر، وبروح في النهايه خالص، وبمشي بارتفاع الكومبوزيشن. يعني انا شغال مثلا 1920 مع 1080، فبزود على 540 في الكي فريم الاخير 1080، يعني 540 زائد 1080. عايز ازود السكرول كمان بزود 1080 مره تانية. خلينا نضغط على حرف اليوم، نشوف الكي فريم ونعمل ايز اف 9. خلينا نشغل. طبعا افكت حلو جدا وسهل جدا. بعمل الموشن بلار هنا. بعمل الموشن بلار عشان يديني واقعيه في الانتقال، لان انا بفعل. لو انا ما فعلتش الموشن بلار زي ما احنا شايفين، هيبقى الانتقال يعني مش احترافي. فانا بعمل الموشن بلار، وبزود الشاتر انجل في الكومبوزيشن سيتنج. يعني بروح للكومبوزيشن سيتنج، بروح للتبويب اللي هو الادفانسد، بلاقي حاجه اسمها شاتر انجل. انا مزودها هنا، هو باي ديفولت 180. انت ممكن تزودها ل 270 او 360. انا عاملها 270، فبتدي بلار زياده شويه. فبستعمل الموشن بلار بدل ما انا ابقى انا اخد افكت معايا مثلا زي الدايركشنال بلار. فالموشن بلار يعتبر كافي جدا معايا. وبالتالي انا كده خلصنا الانتقال الثالث. هنروح للانتقال الرابع اللي هو الشيك افكت. خلينا نشوف هو عامل ازاي. زي ما احنا شايفين، هو عباره زي بيحصل اهتزاز مع زي فلاش. يعني اثناء الاهتزاز زي بيحصل زي حاجه زي الفلاش. فخلينا نشوف عملناه ازاي. انا عندي فيديو واحد هنا اهو، بشيل الادجستمنت لاير كلها.
بعمل ادجستمنت لاير من اول وجديد، وبرضه بلغي في، بشوف لو في هنا كي فريم. لا مفيش كي فريم. فبعمل ادجستمنت لاير كنترول الت واي، بخلي الادجستمنت لاير بس فريم واحد. فزي ما احنا شغالين بعمل كنترول شيفت دي، بمشي فريم، وبعمل كنترول شيفت دي مره تانية، وبقص، بنزل الافكت اللي هو انفرت على الادجستمنت لاير، بحرك الادجستمنت لاير لتحت للنص هنا بالظبط، وبعمل منها كوبي، او بمشي فريم كمان، بعمل منها كوبي كنترول دي، وبطلع بالادجستمنت لاير لفوق. خلينا نشوف الحركه. زي فلاش كده، يعني زي الافكت اللي هو بتاع الفلاش. متبقي معايا الاهتزاز، فالاهتزاز برضه هعمل له ادجستمنت لاير، بستخدم الويجل بوزيشن، الويجل افكت مع البوزيشن. فبعمل بخلي الادجستمنت لاير دي حوالي 10 فريم، بروح عند الادجستمنت لاير وبخلي الويجل بوزيشن السبيد بتاعها حوالي 9. ما بعملش اي كي فريم لان الادجستمنت لاير صغيره، يعني 10 فريم تقريبا. بس محتاج ان انا مع الويجل بوزيشن عشان بيحصل حركه للشاشه او للفيديو، عشان اغطي الفراغات باخد معايا الموشن تايل، وبخلي الموشن تايل فوق. انا لو خليت الموشن تايل تحت مش هيأثر، فبالتالي بخلي الموشن تايل فوق، وبستعمل الاوتبوت هاي مثلا 150 كافي جدا، والاوتبوت ويتس 150. خلينا نشوف كده التأثير. شايفين ادانا الاهتزاز مع الفلاش. بس في حاجة ناقصة هنا، ان انا اعمل ميرور ايدج عشان يبقى يعمل ميرورنج للحواف. وبكده نكون احنا خلصنا الترانزيشن اللي هو الثالث. وخلينا نروح للترانزيشن الرابع. رابع ترانزيشن معانا اللي هو الاوبتكس. هو عبارة عن ترانزيشن بستعمله ما بين فيديوهين، يعني لازم يكون عندي فيديوهين. فخلينا نشوف الترانزيشن عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كده اهو، ده الفيديو الاول، بعدين حصل انتقال احترافي، انتقال حلو جدا وكومون جدا. خلينا نشوف عملناه ازاي. هلغي الادجستمنت لاير، هعمل ادجستمنت من اول وجديد، كنترول الت واي، بخليها حوالي مثلا ممكن 20 فريم. خلي الادجستمنت لاير في النص، وبنزل معايا الاوبتكس كومبنسيشن. الاوبتكس كومبنسيشن بيشتغل على العدسه، يعني بؤره العدسه نفسها. فلو انا جيت زودت كده رقم زي ما احنا شايفين بيعمل كده، فانا طبعا مش هشتغل على النورمال، هشتغل على الريفرس. فخلينا نشوف احنا عملناها ازاي. باجي في البدايه خالص، آه، زيرو، الفيلد اوف فيو زيرو، باخد بعمل كي فريم، وباجي عند الانتقال بزود الفيلد اوف فيو وليكن مثلا 120. بس بعكس، بعمل ريفرس لينس، بعمل ريفرس للعدسه. فده تاني كي فريم معايا، بروح عند اخر اللاير وبعمل ريست. وبالتالي احنا كده خلصنا الايفكت ده. خلينا نشوف عامل ازاي. طبعا كده الريفرس لسه مش شغال، خلينا اضغط ريفرس، خلينا نشوف مره تانيه. افكت حلو جدا جدا. بطبق الموشن بلار على الادجستمنت لاير. افكت يعتبر ممتاز. خلينا نشوف البلار هنا عامل ازاي. طبعا البلار ضعيف، انا ممكن اروح برضه اتاكد من الشاتر انجل. الاقي الشاتر انجل 270 يعتبر كويس، يعني مش محتاج ازود. بس لو جيت زودتها هي مش شغاله قوي مع الايفكت ده. فممكن ان انا اخد معايا افكت زي الدايركشنال بلار، ونزود شويه الدايركشن بلار معايا. مثلا خليني اعمل برضو كي فريم في البدايه، واروح هنا في النص ازود الدايركشن بلار، ممكن اخليها مثلا 30، وارجع تاني اخليها زيرو، او هخليها 10. خلينا نشغل. طبعا كده احسن بكتير. هعمل تعديل برضو تاني، ان انا هبدا بزيرو، مش عايز ابدا بالعشرة. يعني ابدا الكي فريم الاول. خلينا اروح للكي فريم.
الفيلد اوف فيو مش هأثر فيه. البلار لينس هبدأ بزيرو هنا. خليني بس اتأكد ان انا واقف عند الكي فريم ده عشان ما يغيرش كل القيم، وبخليها زيرو وبشغل مرة تانية. ايوه يعتبر كده طبعا في احترافية. مع بداية الحركة يبتدي البلار يشتغل معايا. طبعا ده الافكت. يبقى احنا كده خلصنا الافكت الرابع. اخر افكت معانا اللي هو الفليكر. بيديني اللي هو زي الوميض كده فليكر. خلينا نشوفه عامل ازاي. بستعمل افكت هنا اللي هو الاكسبوجر عشان يزود لي الاضاءه. وخلينا نخلي الفريم مثلا او الادجستمنت لاير دي 10، 10 كي فريم بس، يعني مش محتاجه اكتر من كده يعني. يعني لو نخليها 20 ماشي ونجرب. انا عندي ده اللي هو الادجستمنت لاير اللي عليها الاكسبوجر. هروح لبدايه الادجستمنت لاير وابتدي اغير، اعمل كي فريم على الاكسبوجر وابتدي ازود القيم. مثلا اخليها هنا مثلا 5. امشي كي فريم تاني اخليها 3 او 2. همشي كي فريم تالت اخليها 4. همشي كي فريم كمان اخليها 1. خلينا نشوف انا عندي كام كي فريم. انا عندي هنا حوالي 4 كي فريم. بروح هنا عند الاكسبوجر، بضغط على حرف الالت وبضغط على الكي فريم، وبعمل حاجه اسمها لوب اوت. لوب اوت بيعمل تكرار للكي فريم على اللاير بالكامل. يبقى انا كده خلصت اللوب اوت. خلينا نشوف عامل ازاي الافكت. شايفين هو فضل على مستوى الادجستمنت لاير بالكامل. خلينا نصغر شويه برضو خليها 10 فريم حلو جدا. عايز تزود زود يعني، بس انا شايف 10 فريم يعتبروا كافيين. وبكده نكون احنا خلصنا الافكت الخامس، وان شاء الله اتمنى يكون في استفادة. وشكرا والسلام عليكم.